بدع سيد قطب الذي جمع البدع من كل أكنافها وأطرافها وصبها في كتبه، ويتظاهر بالحماس للإسلام، وهو يكفر الأمة بدءا من الصحابة إلى يومك هذا. الخوارج ما فعلوا هذا، الخوارج ما فعلوا هذا، ونقول مجدد وإمام ونستميت في الدفاع عنه وعن كتبه. هؤلاء يحسبون على السنة، هؤلاء الطائفة المنصورة غلط رب السماء، عليهم أن يعودوا إلى الله ويسلكوا طريق السلف في المواقف الصحيحة من أهل البدع والضلال. أنا لا أعرف فتنة الآن على وجه الأرض أشد على المسلمين من فتنة منهج سيد قطب ومن كتبه. لا أجد فتنة أوجه أشد من هذه، واجتاحت التجمعات السلفية إذا كان ضلالة أهل البدع. لا ينهي عن هذه الكتب، ينبغي تنسق. آخر الشيخ يقول هذا باطل، قد يدعى على أنه مسكين ضائع في التفسير، قد يدعى على أنه مسكين ضائع في التفسير. هو الذين ذكرت أنهم أيدوها وأنهم ما دروا عما فيه، نعم. وأما أن ابن باز شفع له هذه شفاعة حسنة في مسلم عرض للقتل. والله يا أستاذ، أنا نرى أننا ننشغل بالأحياء دون الأموات خير لنا. هذا أولا. ثانيا، أنا قلت لأخونا الدكتور ربيع، سيد قطب رجل ليس بعالم، وهو من الكتاب المصريين الذين لم ينشأوا على العلم والعلم الصحيح، ولكن كان عنده فيما يبدو قلم سيال. وربما ينضاف إلى ذلك أنه كان عنده كثير من الشباب اليوم عندهم عواطف إسلامية جامحة. أو رفع الرق، يعني بعضهم يقول الإسلام رفع الرق، وإنما أبقى بعضه مجاراة تدرج. هذا كلام باطل كما يقول سيد قطب وغيره في ظلال القرآن. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الرق هذا ثابت في الشرع، في الشرائع السابقة، ما ينكره أحد إلا جاهل أو ملحد. نعم. لماذا لا يكفر سيد قطب؟ لأنه سب الصحابة وذكر كلاما غير لائق في نبي الله موسى. على كل حال هو أخطأ في هذا، ولا ندري عن ماذا كان في آخر أمره، وربما أنه مقلد وينقل من كتب الشيعة، هو مقلد. نحن نحسن الظن به ونقول أخطأ، ولا يصل إلى حد الكفر إن شاء الله. نعم.